بندقية كلاسيكية بتضرب بقوة 23 جول وتوصل ل 24 جول، بس هل تستحق فعلا؟ شوف بنفسك. اهلا بيكم في عالم فراج، المكان اللي فيه كل طلقة ليها معنى. النهارده معانا بندقية سبرينج مش اي كلام، معانا السنوبيك بي 11 عيار 5.5 ملم، واحدة من أكتر البنادق اللي اتبنت سمعتها على أرض الواقع. الفرونت سايت أو النشان الأمامي فسفوري واضح ثابت يديك رؤية سريعة للهدف حتى في الإضاءة الضعيفة. الماسورة طولها 48 سنتيمتر، ماسورة صلبة ممتازة في الثبات. النشان الخلفي قابل للتعديل يمين وشمال فوق وتحت علشان تظبط الضرب على مزاجك، بالذات لو انت بتضرب من مسافات مختلفة. التريجر جارد واقي الزناد بيحمي صباعك من الضغط الغلط، تصميمه كلاسيكي جدا بس برضه عملي جدا. التريجر أو الزناد بلاستيك شغال بكفاءة، إحساسه متوازن ما بين الخفة والدقة. الدبشك أو الستوك خشب تقيل ومحترم بيخلي البندقية ثابتة في الضرب وتحس إنك ماسك قطعة سلاح حقيقية. بي 11 شغالة بنظام سوسته، جوه البستم في سوسته حديد قوية ومعاها جلدة بتمنع تسريب الهواء. بمجرد ما تكسر الماسورة وتعمر الطاقة بتتخزن، ولما تضغط الزناد البستم بيندفع ويطلع الرشة بقوة، والنتيجة 23.2 جول طاقة، يعني تقريبا 24 جول. وزن البندقية 3.8 كيلوغرام، الطول الكلي 120 سنتيمتر، تصميم طويل نسبيا. نظام الامان اوتو دبل سيفتي، فيها نظام امان مزدوج اوتوماتيك، يعني اول ما تعمر البندقيه الامان بيتفعل لوحده، وفيها نظام بير تراب داخلي بيمنع الضرب لو الماسوره لسه مفتوحه. عيار البندقيه 5.5 ملم بيدي توازن مثالي بين الاختراق والتاثير. السرعه 3.5 متر في الثانيه، سرعه محترمه جدا لبندقيه سوسته. طريقه الاستخدام: كسر الماسوره بزاويه 120 درجه، قفل الماسوره، رجعها لوضعها الطبيعي لحد ما تسمع صوت القفل، فك الامان، ادفع زرار الامان لقدام، اختفت النقطه الحمراء، كده البندقيه جاهزه. التصويب: استخدم النشان الامامي والخلفي وشوف الهدف كويس. الضرب: هنشد الزناد بهدوء والطلقه تطلع بثبات ودقة. البندقية دي لمين؟ لو انت من مدرسة كل حاجة بسيطة بس فعالة، البندقية دي مخصوصة ليك. لو بتدور على بندقية تعيش وتتحمل الضرب الكتير، بي 11 تستحق مكانها في مجموعتك. عجبتك السنوبيك وحابب تطلبها؟ ما تضيعش وقتك وتدور، ادخل على موقع فراج هانتنج واطلبها دلوقتي، هتلاقي اللينك تحت الفيديو. التوصيل بيبقى خلال 48 ساعة ومعاها كارت السيفتي الرسمي من فراج هانتنج. وفي الآخر سؤالنا ليك: لو معاك سنوبيك بي 11 أول هدف هتجربها عليه إيه؟ إزازة مية على بعد 20 متر، ولا هدف معدني، ولا هتستفتح بيها في طلعة يد مع أصحابك والشلة؟ اكتب في الكومنتس وخلي دايما في بالك في عالم فراج كل طلقة ليها معنى.